واخيرا انتهى مسلسل نيمار وانتهت مسلسل مبخوت المري. يعني اول شغله نحكي عن مبخوت المري. فهمنا كل الثقه كنت قدمنا اياها وتقلنا انه نيمار يعني وقع ورسميا يعني كل رسميا برشلونه برشلوني. بيجي اخر شيء برشلونه لم يتعاقد مع نيمار ونيمار للهلال السعودي. بس بدي اقول لك شغله يا مبخوت المري، انه الصحفي لازم يكون اذكى من هيك ويعطي طريق للرجعه. انت تحديت كل العالم، تحديت فابريزيو رومانيو الذي هو صحفي في العالم حاليا، وقلت انه تسكر حسابك على الانستا اذا ما اجى نيمار، وهي نيمار ما هيجي وراح على الهلال السعودي. لازم تكون انت اذكى من هيك انت يا مبخوت. وهلا يعني صحيح صرت ترند لجمعتين، وهلا لك تصير ترند لسنتين على الانتقادات التي لا تحصل اليك. ما بعرف شو بدي اقول لك. ونيمار للهلال السعودي. خوت، نحن شفنا شو ما حدث مع أشرف بن عياد الإعلامي الكتالوني والعربي المغربي، خاصة وقت أعلن على أنه ميسي باقي مع نادي برشلونة ولم يذهب إلى باريس سان جيرمان، وميسي ذهب إلى نادي باريس سان جيرمان. نيمار سوف يوقع مع الهلال. العرض السعودي هو 100 مليون يورو مقابل انتقاله من باريس سان جيرمان، و320 مليون يورو هو الراتب على مدى موسمين. الهلال سيمنع الإعارة إلى نادي برشلونة. نيمار سيخضع للفحوصات الطبية في باريس، ومن المتوقع أن يصل إلى السعودية يوم الأربعاء أو الخميس، وسوف يرتدي أكيد الرقم 10. برشلونة بسو قالونا كيميتش بقي بايرن ميونخ. هي أول شي. روبن نيفيس راح على الهلال، بعدين نيمار راح على الهلال. هلا كانسيلو كمان قصة جديدة. بعدين شو ببقى مع السيتي. وبرشلونة هالموسم كله فوتوشوب، بس فوتوشوب.